مرحبا بكم متابعي قناة أناسبور في كل مكان. عنوان حلقة اليوم: من زاغورة إلى عكاشة، سيرة أشهر المسيرين الرياضيين بالمغرب. لا أضيع أي مباراة، جملة قالها سابقا سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد ضمانه مقعدا لحزبه بدائرة الدار البيضاء أنفا خلال الانتخابات التي جرت سنة 16 و2000. مباراة لم يعتقد سعيد أن وقتها الميت سينتهي بأسوأ النهايات، على الأقل إلى حدود هذه اللحظة. مباراة قلبت كل المعطيات والحسابات، وتحول معها الرجل من شخص متفوق في لغة المال والأعمال ومراكمة الأرباح إلى متهم يجتر ويلات سين وجيم في ملف ثقيل بخيوط متشابكة جراء الاشتباه في تورطه مع بارون مخدرات معروف وينحدر من دولة مالي. سعيد النصيري قضى أول ليلته الأولى في سجن عكاشة بالدار البيضاء على ذمة التحقيق في تهم خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية. الناصيري، الاسم الذي جمع بين الشهرة الرياضية والسياسية عبر ترأسه لأحد أكبر الأندية المغربية صاحب الشعبية الكبيرة الوداد الرياضي، وفي نفس الوقت ارتدى قبعة سياسية من حزب الجرار. صعد إلى قمة لم يسبق لمسير رياضي في الوداد أن تلمسها، وتسلق الدرجات وصعد من السفح إلى القمة، وفي وقت وجيز ابن الجنوب يتصف بشخصية هادئة رأى النور سنة 69 900 وألف بضواحي مدينة زاغورة، احتوى حاتم منطقة درعا. والده كان تاجرا بمنطقة تامغروت المعروفة بإنتاج منتوجات من جلد الغزال والزعفران. رحل عن المنطقة قبل إتمامه للمستوى التعليمي، وقصد المدينة العامرة كازابلانكا، حيث اشتغل تاجرا في أسواق صغيرة وكبيرة وبالجملة في درب غلف وغيره، ليراكم خبرة كبيرة في عالم البيع والشراء. استثمر سعيد الناصيري بعد ذلك في مجموعة من المشاريع، ودخل في صفقات تجارية وضعته إلى جانب رجالات المال والأعمال، حيث دخل وبقوة على خط الاستثمار الرياضي والإعلامي وفي قطاع التعمير والبناء. انخرط سعيد الناصيري في الوداد سنة 99 900 وألف، وشغل عدة مناصب بالمكاتب المسيرة السابقة، إلى أن تقلد البيضاوي بالتبني رئاسة النادي الأحمر في يونيو 14 و2000 ليضع له مكانا داخل الوسط الكروي. لما كنت طفلا وحينما كنا نجتمع للعب كرة القدم، كان زملائي يطلبون مني أن أشغل مركز حارس مرمى، وكنت متيما بحب بادو الزاكي، ولم أكن أضيع أي مباراة للوداد الرياضي والمنتخب الوطني المغربي إلا وشاهدتها. القول هنا لسعيد الناصيري في حوار سابق مع المجلة الفرنسية جون أفريك. ابن زاغورة عاشق الوداد نقل تجربته من عشق للقلعة الحمراء إلى صاحب القرار بها، حيث انطلقت رحلته من الوداد منذ موسم 12 و2013 و2000، حينما تجند فصيل الوينيرز للإطاحة بالرئيس عبد الإله أكرم ووحدت صوتها ضده.
وفي هذا الوقت بالذات أعلن الناصيري عن ترشحه رسميا لرئاسة الوداد، واستطاع تقلد المنصب وعلى ذمة الفريق أكثر من 4 ملايير سنتيم من الديون. عدم إذاعته للمباريات مكنته من دخول عالم السياسة عبر المولود الجديد وقتها، حزب الأصالة والمعاصرة. التحق بالجرار منذ ولاية إلياس العماري في سنة 11 و2000 بسبب اقتناعه بالمشروع السياسي للحزب، كما قال في حوار صحفي سابق. واستطاع تقلد مجموعة من المناصب التسييرية سواء في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الاحترافية أو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف. وبخصوص علاقته بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صرح سابقا في حوار مع المجلة الفرنسية: لقد تعرفت عليه من خلال كرة القدم، إنه صديق عزيز، أتقاسم معه عدة نقاط مشتركة، ولدينا نفس الرؤية المستقبلية لكرة القدم، ونطمح لإعلاء راية الكرة الوطنية في المحافل الدولية. هذه الثقة الكبيرة بينهما تجسدت عندما كلف فوزي لقجع رئيس الناصيري بمصاحبة أحمد رئيس الكاف لما زار الدار البيضاء قبل أشهر قليلة. صورة انتشرت بوسائل التواصل تجمعهما أمام محل للسيارات أسالت العديد من الشائعات، والتي رد عليها رئيس الوداد قائلا: اصطحبت معي أحمد لإصلاح سيارتي، وطلب منا أخذ صاحب المحل صورة، حيث قام بعدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما كله في الأمر. وعن مصادر تمويله، يقول سعيد الناصيري بأنه يعمل ويشتغل على أعماله التجارية، وهي مصدر رزقه، حيث يعتبر مساهما في مشروع آكا بروموسيون العقاري وإذاعة مدينة FM التي يستفيد من حصة 20% من عائداتها، وفق ما نقلته المجلة الفرنسية.